تعلمون أيها الأخوة أنه في كل ما أن يهل شهر محرم إلا وتظهر موجات من الجدل والنقاش، خصوصا في العقود الأخيرة. جدل بين الشيعة أنفسهم حول بعض الطقوس، حول هذا الخطيب ما عجبنا، حول أنه والله في مبالغات. هذا كلام يتكرر، هذا جدل بين الشيعة، وأحيانا يأخذ صفة أكاديمية، جدل ما هي الطقوس أو الشعائر التي يعني خارجة أو ناشزة. هذا يعني سنوات طويلة ونحن مررنا عليه. وهناك جدل بين السنة أنفسهم، وهذا جديد. هذا الجدل يدور حول فكرة لماذا تركنا الحسين، لماذا لم نشر إلى قضية عاشوراء. وهذا العدد من المثقفين أو المشايخ السنة موجود الآن، تشوفوه حتى على اليوتيوب وغيره. وبعض الطائفيين يعني قد يكون دخل إلى الموضوع من زاوية لماذا يحتكر الشيعة الدفاع عن الإمام الحسين ويرتبط بالإمام الحسين، والحسين للمسلمين جميعا بل للإنسانية. فمن هذه الزاوية هناك البعض يتحرك، ولكن لديه مشكلة حقيقية، وهي أنه بحاجة إلى أن يعيد قراءة التاريخ وأن يغير بعض المتبنيات العقدية، وهذا أمر لا يستطيع. ولكن هناك موجة بهذا الاتجاه. وهناك جدل ثالث أيضا قديم قدم الثورة الحسينية نفسها، وهو جدل بين السنة والشيعة، أيضا موجود. وهذا أيضا في كل عام، وهذا العام أيضا يمكن شاهدته في مواقع التواصل الاجتماعي وفي غيرها، تجدون نفس الكلام القديم. يعني كل النقاشات التي يناقشها الجيل الجديد يظنون أنها جديدة، هي كلها قديمة، قديمة جدا، ونفس الأفكار ونفس الردود ونفس هو نفسها تستنسخ نفسها. الشيء الجديد في حقيقة الأمر هو أنه احنا انكشفنا على بعضنا البعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وإلا هذا النقاش جديد ليس جديدا البتة. يعني مثلا هذا تشويه للإسلام، ما يفعله الشيعة يعني يسخرون منه وهكذا. يعني هذا موضوع واضح المعالم. هذه النقاشات تتكرر كل عام، القليل منه له صفة علمية. ولكن السؤال، لأن الموضوع له علاقة بخلود الثورة الحسينية، هل هذا الجدل مرتبط بذلك الخلود؟ يعني لو لم يكن هذا الجدل هل كان ذلك الخلود؟ ثم لماذا الجدل أساسا؟ قبل ذلك ما معنى الخلود الذي أقصده؟ التعريف اللي أنا أبغاه، أنا اللي أقصدها خلود أن هناك قضايا وهناك شخصيات لا زالت فاعلة في يومنا هذا. مو يعني والله قيصر كان موجود، إيه نعم اسم قيصر موجود، بس ليس له واقع فاعل في حياتنا اليومية. لكن حينما نقول الحسين، هو فاعل في ثقافتنا، في علاقاتنا، في حياتنا اليومية، هو معجون في دمائنا. هو احنا نتذكره مو فقط في عاشوراء، احنا نركب السيارة نحط شريط، نشرب ماء يقول عن يزيد، يعني في ثقافتنا المحلية هو موجود. فالخلود الذي أقصده هو الحضور الفاعل في الساحة الاجتماعية. وإلا في قضايا ناس قبل الإمام الحسين بآلاف السنين موجودين، الأنبياء غالبا لهم حضور ولهم فاعلية نستفيد منها نعتبر منها، لكن حضور الإمام الحسين هو حضور فاعل في حياتنا السياسية والاجتماعية، كما لا توجد قضية أخرى بمثل هذا الحضور. هذا الخلود يعني أحيانا يسلط الضوء عليه حتى من شعراء قديمين، أنه هذه القضية باقية إلى يوم القيامة. مثلا أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت. يعني السيد حيدر الحلي أيضا له قصيدة بهذا. الذي أريد أن أقول أنه هذا الخلود واضح المعالم. السؤال الآخر، لماذا يكون هذا الخلود؟ احنا شفنا في تاريخنا الحالي أنه تافهين نصنع منهم قضية، نصنع منهم رموز، ولكن هذه في الثورة الحسينية قد تجد فيها شيئا معاكسا، بمعنى أنه مو أنت رمزت الحسين رمزك. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان يقول كل شيء لدينا هو من عاشوراء. المعنى
أنه ما أنت عندك فضل على الإمام الحسين. الإمام الحسين هو يمنحك الرمزية، هو الذي يعطيك، مو أنت اللي أعطيته. الثورة، وأنا حتى أقولها دائما حتى على الثورة الفلسطينية، دائما يناقشوا والله إحنا أعطينا الثورة الفلسطينية، إحنا تبرعنا سوينا. دائما أقول اقرأوا، أنا أعتقد في هنا وفي أبرار كنت أقول اقرأوا سياسيا ما الذي تعطيه الثورة الفلسطينية لكم. ثورة الإمام الحسين هي أكبر بكثير حتما من هذه، ولكن فكروا فيها بهذا المنظار، ماذا أعطتك؟ مو أنت أعطيتها، أنت أخذت منها، أنت استلهمت منها، أنت استفدت منها. نعم، لماذا هي خالدة؟ في التاريخ الحديث كان في كتاب ظهر في الستينات الميلادية، يمكن حتى قبلها أو بداية الستينات، لحق واحد اسمه آية الله صالحي في إيران، كتاب اسمه شهيد جاويد، الشهيد الخالد. وهذا كان محاولة قراءة جديدة للثورة الحسينية، وهذا الكتاب لا زال إلى هذا اليوم فاعلا في الجدل والنقاش الذي نحن نتحدث عنه. شهيد جاويد، الخلود تستطيع أن تجاوب، تقول له أنه ليش الإمام الحسين والله خالد، ليش قضية الإمام الحسين؟ يقول الله يريد ذلك. نعم، وهل هناك شك؟ وهل هناك إرادة قبل إرادة الله؟ زين، هو الله هو، لكن في إضافة، هو أن الله سبحانه وتعالى وضع سننا في هذا الكون، وخلود الثورة هو من خلود أصحابها ومن تميزها. واحد من تميزها أنه واحد من الثورة هو سبط النبي، سيد شباب أهل الجنة. قل فيه ما قلت، هذا رمز، هو من يوم اللي انخلق فيه هو رمز، ما يحتاج إلى ثورة كربلاء حتى تجعله رمزا، وهو رمز. هذا جبهة. يعني لو كانت ثورة الإمام الحسين مو الحسين اللي قام فيها، في ثورات أكثر دموية في تاريخ الشيعة وفتكت بالناس أكثر من ثورة الحسين، لكن ما أخذت الرمزية نفسها. ثورة فخ فيها هذه الدموية وأبشع أحيانا. بل أنا أعتقد أنه ما جرى في العراق على يد داعش والتفجيرات بعد سقوط الصنم فيها من كربلائيات 20 ضعف، كل يوم 100 واحد 200 واحد بالتفجيرات، أبرياء، أطفال، نساء في الشوارع، في الأسواق، في الحسينيات، نساء عاديين، شيبة، عمال عاديين. كان قتل ذريع. هذا يعني هو كربلاء ذاتها. ولهذا كربلاء بين قوسين دائما تستخدم. أبو عمارة أيضا في قضية فلسطين يقول هذه كربلاء. علويين يهاجموا في تركيا مثلا بداية الثمانينات أيضا يتحدثون عن كربلاء. كربلاء صارت رمزية. كربلاء رمز، الإمام الحسين رمز، هذا واحد يخليها من العوامل. يزيد أيضا رمز، ولكن الرمزية السلبية مو الرمزية الإيجابية. فرعون هم رمز تراها، بس رمزية يزيد كانت في الجزء الباطل. ومع هذا انخمد اسمه، أصلا لا له قبر ولا حد يعرف كيف مات، ما حد يعرف حتى كيف مات. يقال أخذته خيله وضربته في مكان ما واختفى. الآن شنو هو ما أدري. ولكن لو لم يكن يزيد بهذه البشاعة، هل كانت يعني وهو الذي يمثل الفراعنة هذا جزء من هذه المعطيات الموضوعية للثورة. يعني بشاعة كربلاء، قتل الإمام الحسين، ذبحه من القفا، رد الصدور، سبي النساء، كل هذا، العطش والتعطيش، هل هذا يعني التفاصيل مال الثورة الحسينية أليس له معنى؟ أليس يجعل لها خاصية الخلود أو يضيف إليها خاصية من خواص الخلود؟ ثم وهو الأهم أن هذه الثورة الحسينية لها علاقة بالوضع السياسي. ما الذي يجعل أنظمة اليوم هي ضد هذه، أنه أنت تعزي وأنت كذا؟ هذا شوف في السعودية، في البحرين. ما الذي يجعل الفرنسيين في لبنان وسوريا أو الإنجليز في العراق أنه يكافحوا هذا الموضوع؟ هو هذا ارتباطها بهوية الناس وارتباطها بوضع سياسي ومكافحة الظلم. هناك أنظمة تريد أن هذه النسخة من الدين ما نبغاها، النسخة اللي تكافح الظلم وتكافح الاستعمار وتكافح الكذا والطغيان ما نريدها، ما تمشي. هم يبغوا النسخة الأموية، ما يبغوا النسخة العلوية. النسخة العلوية مشكلة فيها. تبقى عندنا قضية أخرى. هناك أيضا من ضمن القضايا الموضوعية في منافسة مذهبية أيضا، هذه أدت إلى أشياء
أخرى يعني جعلت من الثورة خالدة. هذه الشروط الموضوعية أو الأسباب الموضوعية التي لا نستطيع أن نحصيها، ولكن لأنه وجود منافس مذهبي هذا يشوفك أنت رايح للحسين، أنت مهما تجيب إليه يجيب إليك ما يقدر يقنعك إلا الأخوة الذين يعني ما يعجبهم هذه الطقوس أو بعضها. شوفوا، واحدة من القضايا الأساسية التي أزعجت كثيرين في التاريخ هو أنت ما تفعله. يقول هذا ماسك الحسين وياه، لا أنا أقدر أشتم الحسين، ولا أنا أقدر أجيب منافس للحسين، ولا أنا أقدر أتبنى الحسين، لأن تبني الحسين هو تبني خطاب ديني ولغة عقدية وتاريخية مختلفة، قراءة مختلفة للتاريخ. أنا أقول الحسين ما كان لازم يطلع، ويزيد هو حتى ويغلط بس ما كان، يزيد سوى فتوحات، يزيد سوى فعل وكذا. هذا هو قراءته لازم يعدلها، ما يقدر يتبناك، ما يقدر يتبناك. هذا المنافس المذهبي اكتشف من البداية من القرن الرابع الهجري، وأنا هذه قراءة إلي موجودة في كتب التاريخ، أنه ترى في مشكلة يا جماعة الخير. سووا بدال يوم الغدير يوم الغار، وسووا بدال يوم عاشوراء يوم الحسين سموا يوم مصعب بن الزبير. مصعب بن الزبير قاتل لنا عبد الملك بن مروان والحجاج، يعني ايش دخلنا هذا وايش دخل الحسين ومصعب؟ وقاموا يزوروا مكان مقتل مصعب مثل ما كانوا يزوروا الشيعة مقتل مال كربلاء، ومثل ما كانوا يمثلوا بدايات التمثيل الديني في أنه لابسين أسمال ويشحدوا ماي الأطفال، هذا في 354 هجرية. قاموا سووا نفس الشيء، جابوا إلك وحدة وركبوها على الجمل، وجابوا اثنين يجروها كل واحد من حبل، هذه على أساس عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا طلحة وهذا الزبير. هذا طبعا ابن كثير هم كاتب لنا، أنا مو أنا جايب النبي بخباي، بس أبغى أقول هذا كانوا ملتفتين إلى أن هذه الأشياء اللي بعض الأخوة والشباب أبنائنا يفكروها أنها جديدة عليهم، ترى هذا مواضيع مناقشة. شوف حتى سباه صحابة في باكستان شافت في عندهم مشكلة. التقارير الإنجليزية والغربية عموما تقول أن الشيعة مسالمين في عاشوراء، ما يهاجموا أحد، مو هذول قاعدين يلطموا روحهم، خليهم يلطموا روحهم، انت عندك مشكلة وياهم؟ انت اصلا بالذات الوهابي انت تقول ان هذول اصلا مو مسلمين، فاتركهم يفعلون ما. كيف تنتظر من غير المسلم ان يقوم بافعال مسلمة من وجهة نظر؟ يقول اوكي. هذول سباه صحابة الوهابيين في باكستان اكتشفوا ان هندوس يجوا يدخلوا في العزيات يصيروا مسلمين، كل سنة أيضا موجودة هذا، والسنة أيضا يجوا، فقالوا هذه مشكلة. قاموا يسووا نفس الشيء، يقرأوا مقتل بعض الصحابة ويسووا مثل مقتل الإمام الحسين، مع أن بين قوسين المقاتل إن لم تكن كلها فجلها هي كتابة سنية. المقاتل أبو مخنف وابن عساكر وابن كذا، ترى يعني الشيعة ما عطوا نسختهم الكافية، وين صاحبنا عباس هو ذاك لازم يروح يفتش لنا عن النسخة اللي تحدث عنها في أول ليلة من ليالي محرم، هذا هو جيد لازم يناقشها ويروح يفتش لنا عن النواقص في الطبعة الشيعية اللي واقعت كربلاء، بعض الأشياء مغيبة. زين، فنحن نتحدث عن منافس مذهبي أيضا، هذا أبقى الموضوع والطقوس والثورة الحسينية أبقى، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم. يعني هذا التصادم يخليها حية، لأن لها واقع في السياسة اليومي، لأن لها واقع. ووجدت أيضا أنظمة ترى أن عندها مشكلة، ووجد محتلون عندهم مشكلة. يعني المحتل مو فقط القديم، المحتل الإسرائيلي نفسه عنده مشكلة. في كتاب معروف يعني يوم الدم لحق واحد مسيحي لبناني كتبه في السبعينات، وأعتقد رسالة ماجستير رالف رزق الله جيد أيضا، يحكي أنه شلون الدنيا هادئة في النبطية والناس متألمة من قصف كفر شوبة والقتل وكذا، وجاء قريب يوم عاشوراء وهذا ومسيحيين آخرين وفلسطينيين مسلمين سنة يبغى يشوفوا هذا اللطم. بس هذا قالوا لا تخاف، هو راح يجي، هذا مستحيل، لا قدروا الفرنسيين عليه ولا غيرهم قدر عليه، وإحنا راح نسويها. وصار فعلا يعني يوم عاشر ما شاف الدنيا كلها تغيرت، موجودة في كتابه. يعني هذا اللي أريد أقوله، هناك شروط موضوعية التي تخلي قضية الإمام الحسين غير أنها قضية حق. في كثير من قضايا الحق ضاعت، وفي كثير من التقاليد لبعض المجموعات السكانية في الدنيا ما زالت باقية إلى اليوم، بس هذا لا يعطيها قيمة،
لو كانت قضية الإمام الحسين قضية تاريخية فحسب ما كانت تسبب إشكالا. أنت عايش التاريخ في 60 داهية، ما حد يجيب لك خبر. لكن استعلان الهوية والحضور السياسي لها وتمظهراتها على واقع الاجتماعي والسياسي هو الذي يجعلها حية دائما، أداة دائما بيد طلاب الحق والحقيقة والمظلومين للمواجهة. بقي أن نقول أنه قضية الإمام الحسين سلام الله عليه هي حاجة بشرية، مع أن البعض يمكن من اللي يسمعني ما يعجبه الكلام، لأن هذا قول مستشرقين يقول أن تاريخ الإسلام بحاجة كان إلى شيء عاطفي أو شحنة عاطفية فكانت ثورة الإمام الحسين. وأنا أظن أنه الموضوع أبعد من أن يكون شحنة عاطفية، ولكن كانت هناك حاجة. وأنا صغير نسمع على المنبر وحتى في العزيات قتلك يا بن حامي الحمى، أحيا الدين والإسلام، وأنه الدين يضيع بدون ثورة الإمام الحسين. وأنا كنت أجي في بالي من شغلات المثقفين مبالغة وما أشبه. وقت اللي رحت أدرس في الموضوع، لو ما كانت ثورة الحسين كان ما في إلا نسخة أموية وحيدة المعتمدة للإسلام، وهي النسخة التي تمجد الطغيان وتمجد الظلم وتمجد الدعشنة. يعني كانت هذه هي النسخة، ما عندك نسخة أخرى ولا عندك عاطفة أخرى تستطيع أن تقوم بمثل هذا غير الثورة الحسينية. ومن هنا كانت ثورة الإمام الحسين هي حاجة إنسانية أساساً، وهي حاجة للبشرية أنه يوجد نموذج إلك في القضية وفي الشخص وفي التفاصيل كلها تفيدك في حياتك اليومية. هذول اللي يقول لك أنا أجي المنبر أنا ما أبغى أطول، أنا ما أدري والله خلصنا يعتقد إيه، أعطيني بعد دقيقتين ثلاث. هذول الأخوة الجدد الشباب الجدد والله يقول لك أنا أجي وقعدت قدام المنبر وشفت الشيخ ما قرأ زين. وهو احنا دائما نقعد أنه ونشوف الشيخ ما هو زين، يعني مو جديدة يعني، أو الملا مو زين، ما هو جديد علينا يعني. وهذه مشكلة وهذه مشكلة شيعية، وهذه مشكلة شيعية أنه كثيرين من اللي يركبوا المنبر، كثيرين أنا ما قلت كلهم، كثيرين اللي يركبوا المنبر العوام اللي قاعدين أفهم منهم، العوام اللي قاعدين يفهموا أفهم منهم ويدركوا أحسن منهم، يعني ما طوروا أنفسهم. كثير من التساؤلات تطرح حول بعض الطقوس، التطبير، التطيين وكذا، وأنا أنصح الأخوة تحديدا، المشكلة أنه ما أقدر عندي وقت طويل، لكن أنصحهم بقراءة كتابي مال طقوس التشيع الهوية والسياسة. اقرأوه حتى لسبب واحد فقط أنا أريده، مو للتمجيد الكتاب، أنه المعاني للطقس مهمة. هذا اللي يسووه الشيعة إلى معاني. هذا يوم اللي يطين راسه حتى لو أنا ما يعجبني مطلع علينا شكله ما أدري كيف، لكن هذا كان إلى معنى وإلى امتداد تاريخي، أنه كان علامة من علامات التفجع، حثو الرمل على والتراب على الرأس. وكان مثلا في هذا في كتاب أيضا لواحد اسمه هاينز هالم، هذا واحد أيضا ألماني، عنده كتاب لطيف يعني From Religion Shiism From Religion to Revolution. يقول التشيع الديني كمعتقد ما كان يكفي، يقول هذه الطقوس ضرورة هي التي أعطت الثورة، هذا اللي وصلتك إلى الثورة هو هذا. أنا ما أقصد أنه تعال خذ الأمور بقضية وقضية، ولكن هذه ممارسات اجتماعية، يعني لو ما سويت أنت ما كفرت، يعني لو ما ضربت وما عزيت هم ما كفرت، لو ما لبست السواد هم ما كفرت، بغض النظر عما يقوله بعض الأخوة على المنابر. هذا مو كفر، أنت هم عندك صلاة وصوم والأساسيات مال الدين وزكاة وحج، وهذا مهم. لكن الثورة الحسينية ضرورة إلينا لهويتنا. أنا أريد أقول إني أنا شيعي، أنا إلى ما قبل 20 سنة ما أقدر أقول هالكلام. عندنا إحنا في مناطق من اللي نوس يقول أنا شيعي، حتى أنا إذا رحت أصلي في مناطق أروح، أنا دائما نروح آخر ناس في المسجد، ما نبغى أحد يكتشفنا، خوف أو خشية، لأنه إحنا عشنا في عالم من الرعب. إذا رحنا الرياض ما ننوس نصلي في مساجدهم يطردوننا، إذا رحنا في مسجد الجامعة ما يقبلونه وتصير هوشة. الحين شوية الحمد لله شعرنا بأنه إحنا لا نستطيع أن نقوله. فيوم أنا أحضر المجلس مو بالضرورة لكي أسمع الخطيب، أنا أحضر الاجتماع، أنا أستلهم الذكرى، أنا أستخدم السلوى، أو يعني يكون سلوى لي. يعني إحنا ما كنا نقدر نصبر
على هذا الظلم المتطاول لقرون لو لم تكن هناك ثورة الإمام الحسين. لهذا دائما نقول أنه ما في مصيبة مثل مصيبة الحسين. دائما يقول اذكروا الحسين فهذا يهون المصائب، تجدوه في الشعر وفي النثر وفي الحديث، هذا وهو مسألة طبيعية. فليس هناك غرضا واحدا لقضية الثورة الحسينية. والله أنا جاي حضرة المجلس وأنا المجلس مو عاجبني سلام عليكم، والله أنا هذا النوع من الطقس ما عاجبني فسلام عليكم. هذا مرتبط بهوياتك، ولهذا خلودها مو مرتبط والله لأنه هذه الثورة بقيت أو هذا الرمز الخالد بقي لأنه والله في شيعة، لا، ما هو هذا السبب. ولكن الديناميكية التشيع أكبر بكثير. واحدة من رموزها ومن قضايا الثورة الحسينية، واحد من رموزها هو الفقه نفسه. لهذا نحن نقول نحن بشر إنسان ونحن مسلمون. لهذا الغربيين دائما يعتبروه محمدان، كان الأول ما يقولوا بعد مسلمين، يقولوا محمديين. ثم احنا علويين نسبة إلى علي، وثورات العلويين معروفة في التاريخ. ثم نحن حسينيون منتسب إلى الحسين وثورة الحسين. ثم نحن جعفريون ننتسب إلى الإمام الصادق ومدرسة الإمام الصادق في الفقه. هذا كله تكميل، هذا كله بناء كامل. الثورة الحسينية عمود فقري فيها، ولولاها لغاب حتى الأئمة. كل هذه الأشياء اللي تشوفوها من أضرحة وطقوس وكذا عند الأئمة بدأت بثورة الإمام الحسين. ولو لم يحدث لثورة الإمام الحسين ما عرفنا حتى قبر الإمام علي. يعني الإمام علي قبره عرف بعدين بعقود. أقول قولي هذا وأستغفر الله.